السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة سهلة جدا مش هتوقفنا في المطبخ كتير. حاجة جميلة جدا كده هنعملها للولاد بطعم خفيف وجميل جدا، وان شاء الله الوصفة تعجبكم. يلا بينا نشوف الفيديو عبارة عن ايه. احنا معانا نص كيلو من الكوسة بشرينها زي ما انت شايفة، ونص كيلو من الجزر، ونص كيلو من الكوسة والبطاطس. يعني الخضار بتاعنا احنا بشرينه. طبعا المقدار زي ما انت عايزة تكتري عايزة تقللي زي ما انت عايزة. ومعانا بصلة مفرومة وفلفل الوان، لو حابة تحطي فلفل حامي كمان تقدري تحطي في الوصفة دي، جميلة. ومعانا البهارات بتاعتنا عبارة عن بهارات لحمة او فراخ، وملح وفلفل اسود وشطة وحبة من البابريكا وتوم باودر. ومعانا 3 بيضات ومقدار من اللبن، ده يعتبر نص كيلو معايا من اللبن. في طاسة على النار حطيت فيها معلقتين سمنة، وهبتدي اشوح البصل بتاعنا زي ما انت شايفة كده. وهبتدي ان انا احط الفلفل بعد البصلة ما تبتدي تصفر. تقدري تحطي في الوجبة دي لحمة مفرومة، هتكون طبعا جميلة جدا وكاملة ال الفيتامينات بتاعتها للولاد. لو انت عندك اللحمة نية هتعصجيها، بعد ما تحطي الفلفل هتحطي اللحمة المفرومة. ولو كانت متعصجة يبقى هتستني لما نشوح الخضار كله وتبتدي تحطي اللحمة معاها. هبتدي دلوقتي انزل الجزر وشوحته زي ما انتي شايفة كده، وبعد كده هبتدي انزل بالبطاطس، واخر حاجة هتبقى الكوسة معايا، واحط التوابل بتاعتي. طبعا لو انتي وصلتي معايا لحد هنا ياريت لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلك فيديوهاتي. بعد ما هقلب بقى الخضار حلو قوي، يعني انا كده اعتبر ان انا سويته في التشويحه اللي انا حطيتها كده على النار. ببتدي ان انا اسويه كويس قوي لان هو مش هيغيب معايا، لان كل حاجه مبشوره. فالخضار يعتبر نص مستوي معايا. بعد كده هبتدي احط البهارات اخر حاجه زي ما قلتلك، علشان مش عايزه افقد طعمها ولا ريحتها. هقلب كويس قوي، واول ما اتاكد ان كل حاجه اتشبعت ببعضها هركنها على جنب، وابتدي اخد مقدار اللبن والبيض. مقدار اللبن ده زي ما انا قلتلك هو نص كيلو. حطيت معاه ال3 بيضات، وهحط نص معلقه من الملح ونص معلقه من الفلفل الاسود، وهقلبها كويس قوي. وابتدي بعد كده اركنها على جنب، واخد صينيه طاجن اللي عندك تقدري تعملي فيه. هاخد معلقة من السمنة، وابتدي ادهن الصينية بتاعتي البايركس، وهحط فيها الخضار بتاعي زي ما انت شايفة كده. وزي ما قلتلك لو انت عندك اللحمة المفرومة تقدري تحطيها في الوقت ده بعد خضارك ما يتشوح. بعد كده هبتدي اضيف اللبن والبيض، ودي بتكون المادة الرابطة للوصفة بتاعتنا، علشان لما تيجي تقطعيها تتقطع معاكي مربعات ما تتهراش معاكي. هقلب كويس قوي فيها، واكون مولعة الفرن والشواية عليها علشان اللبن والبيض يتماسك مع الخضار. وده بيكون شكل الصينية بتاعتنا بعد ما خرجت من الفرن. هتستني عليها شوية تبرد عشان تعرفي تقطعيها، والطعم بتاعها ان شاء الله يعجبك. وما تنسيش لو عجبك الفيديو ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتي، ولايك وشير للفيديو عشان يوصل لأكتر عدد من الناس يستفادوا منه.